السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. معاكم نريمان من قناة ارت هوم. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو جديد، بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت لو تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو انتم مش مشتركين في القناة اشتركوا معايا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. لو عندنا قصاقيس جينز فاضلة من اي شغل عملناه بالجينز، النهاردة هنعمل حاجة خفيفة. بنجيب البنطلون، فانا هاخد الياقه دي، ممكن لو كمر او جزء عادي مفيش مشكله. هجيب عندي الجيب بتاع البنطلون دون وهبدا اسويه بس عشان ما يبقى مظبوط معايا. انا عندي خطوط اهي همشي عليها واظبطه. انا سويتها كده، بقى عندي الجزئين ده وده، وهاجي هنا وهبدا الزقها. يستحسن احط عليها هحط شمع. لما الاقي بلاستيك خفيف كده يستحسن احط على الجينز، علشان الشمع بيبقى سخن قوي ممكن يسيح الحاجات دي. فانا هنا هحط على البنطلون نفسه. بقيت عندي بالشكل ده. هجيب الجزء اللي هو بتاع البنطلون دون، هلزقهم مع بعض هنا كده من على الحرف كده. بعد ما لزقت الجيب بقى عندي بالشكل ده كده، هاجي من بره من هنا تمام، وهبدأ احطه من بره زي ما احنا شايفين. هلزقه بالشكل ده هنا كده، هقص في جزء زيادة صغير كده هقصه. هحط شمع هنا في الجزء ده وابدأ الزق الجزء اللي عندي ده هنا كده كده بالشكل ده. بقت عندي بالشكل دون. هبدأ بقى اتني دون كله لجوه كده والزقه. هاجي هنا وهحط شمع جوه وابدأ الزق الجزء اللي عندي ده بالشكل ده كده. انا هنا عندي ورد كنت عاملاه معاكم في فيديوهات قبل كده. هجيب الورد دون وهحط منه هنا هون كده كام واحدة بالشكل ده، ممكن 2 بس كفاية. عندي هنا كلمة جميلة قوي كده كانت في شنطة واتقطعت منها. هحط شمع واحطها بالشكل ده كده. شكلها بقى جميل جدا زي ما احنا شايفين، حلوة قوي. عندي علبة تونة كنت حاطة فيها دهان اسود، هو ناشف فهي مدهونة فمش مشكلة خالص. هاجي هنا هجيب جزء وهغلفها عادي خالص، بس انا المرة دي هجيب الجزء المتني عندي من تحت عشان انا مش هحط حاجة من تحت تمام. ودون الجزء ده هدخله جوه. هبدأ بقى ألزقها كلها. هبدأ بقى ادخل الجزء اللي جوه دون والزقه كله جوه. بقت عندي بالشكل ده ما فيهاش اي حاجه. بعد كده هجيب عندي هنا دي عندي سوسات، اي سوسات موجوده بقى، وهبدأ هشتغل بيها، هعمل بيها اشكال وحاجات زي كده على الجنس اللي عندي. طب هعمل اشكال هعمله ازاي؟ انا جيت هنا وقصيت عندي السوسته، شلت القماش اللي فيها من ورا. هوريكم ازاي السوسته اهي. هاجي هنا وهاجي في الجنب كده، من الجنب كده، وهبدأ هقص القماش من اخر السوسته بالشكل ده كده. هيبقى عندي الجزء اللي هو دون. هبدأ بس انضفه عشان لو في اي خيط بينسل بالشكل ده كده. عندي السوسته بقت حره معايا زي ما احنا شايفين، وابدأ اشكلها زي ما انا عايزه. انا هاجي هنا وهجيب السوسته اللي عندي وهبدأ بقى اعمل فيها اشكال. شمع مثلا، انا هرسم مثلا ايه هرسم بقى رسمه، يعني هعمل كده وهبدأ هحط السوسته اللي عندي امشي بيها على الشمع اللي انا رسماه بالشكل ده تمام. هكمل بقى كده كلها وامشي على برضو اللي انا عملته ده. هنلاقيها ماشيه معانا بكل بساطه وسلاسه، بصوا كل سهوله اهي هتمشي مع الخطوط اللي انا عاملاها. موضوع سهل ما فيهوش حاجه. هي مادام القماش اتشال منها
بتبقى سهلة خالص زي ما احنا شايفين، وبتبقى سهل ان احنا نحركها او يعني نلفها اللفات اللي احنا عايزينها. طبعا لو فيها القماش عمرها ما هتلف، لو فيها القماش عمرها ما هتلف بالطريقة دي. بقت عندي كده بالشكل ده. هنا انا الجزء اللي هو الازرق ده ما كفاش، كملت باللون الاسود زي ما احنا شايفين. والوقت اللي انا هعمله ان انا هبدأ هحط بقى الحاجة اللي عندي دي، عندي اي خرز اي حاجة موجودة عندي هبدأ هوزعها ما بين الحاجة دي. عندي وردة دي شكلها لذيذ برضو قوي، وهبدأ بقى اوزع الورد والحاجة اللي معايا. ده كان عقد قديم متقطع، خدت الحاجة اللي فيه. انا ما برميش حاجة خالص علشان زي ما احنا عارفين اي حاجة بتنفع. طبعا زي ما احنا عارفين قناتنا لإعادة التدوير بنعمل بيها حاجات، اي حاجة موجودة عندنا بنبدأ نستغلها. بقت عندي بالشكل ده، شكلها جميل جدا. وهي ده كده الشكل النهائي بتاع الحاجة اللي عندنا. طبعا عملنا منظمات شكلهم في منتهى الشياكة زي ما احنا شايفين، جمال جدا بالشكل دون. دي طبعا للحاجات الصغيرة الرفيعة شوية، ودي الأطول، ودي الحاجات الكبيرة زي ما احنا شايفين بتفاصيلها. شكلها جميل جدا طبعا. ماما جميلة، انت حلوة، انت معك جميلة وانت شاطرة. وانت جميل يا حبيبي والله، وانت كمان جميل يا حبيبي. مين اللي معك جميلة؟ انت اللي جميل يا قلبي.